ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو جديد. النهاردة بقى مش روتين، النهاردة بقى هعمل معاكم كده جولة في السوق في منطقتنا. يعني السوق بيبقى يوم الاتنين، فحبيت يعني اعمل معاكم كده جولة لما نزلت، وحبيت يعني اوريكم برضو الاسعار، ولو حابة يعني تشوف الاسعار قبل ما تنزلي يعني وكده. فساجدة يعني كان ناقصي حاجات كتير في الشتوي، يعني كنت عايزة اجيبها لها، وبالذات حاجات خروج، سويتشيرتات يعني وكده. فنزلت قلت اما اشوف الاسعار هناك عامله ايه. بجد يعني الاسعار حلوه، في يعني الرخيص وفي الغالي وفي برضو المتوسط، يعني في كل حاجه الصراحه الاسعار. بصوا السويتشيرتات ديت كانت عامله 150، اللي هي قدامكم دي كلها، اللي انا بوريها لكم دي كلها 150، بس شكلها تحفه قوي بجد، يعني حاجه حلوه. وكمان يكون قريب مني، يعني مش بعيد ان أنا اركب بقى مواصلات وكده، لا قريب مني يعني. ونزلت يعني قلت اتفرج يعني كده واشوف، واوريكم برضو الحاجات اللي انا جبتها كده في اخر الفيديو، وهوريكم يعني كل حاجه. فالسويتشيرتات اللي هي قدامكم ديت عامله 150. بصوا بصراحه شكلها تحفه والله، بجد شكلها حلو قوي. يعني كل واحد احلى من التاني، كان زحمه جدا والناس كلها كانت بتشتري، والناس كلها يعني كانت عايزه تجيب يعني لولادها وكده كده بقى. فمعظمهم اللي هو السويتشيرتات اللي هي بفرو ديت، كل واحد بصراحة احلى من التاني. بص دوت اللي عليه قطة، ده شكله تحفة اوي، لونه رصاصي دوت، شكله حلو قوي، وفي كل الالوان، يعني في كل الالوان تلاقيها، وفي كل الاشكال بصراحة. بجد هناك يعني موديلات حلوة قوي وشكلها بجد جميل. بص بقى الموديل دوت هو كان عاجبني، اللي هو عليه دبدوب ابيض دوت، بس لقيته برقبة، فقلت مش هيبقى حلو يعني مع سجلة. يعني اللي برقبة دوت ايه، عايز يعني تقلها ويتلبس حاجة قصاده برضو برقبة كده، فان هو يبقى مدفي زورها، ولما تقلعه يعني وكده ممكن بعد الشهر تتعب ولا حاجة، فلازم يبقى حاجة قصاده، فما حبيتهوش بصراحة. بس هو شكله حلو تحفة اوي. ده 140، ده كان عامل 140. وفي كل الالوان وفي كل حاجة. انا بس يعني ما سألتش على كل الاسعار، انا الحاجة اللي كانت بتعجبني بسأل عليها يعني واشوف يعني سعرها واصورها لكم على طول واوريها لكم. في معظم المحلات ما كنتش عارفة اصور فيها، يعني كان بجد كان اليوم ده كان زحمة قوي، وكل الناس زي ما يكون كانت حالفة ان هي تنزل تشتري يعني في اليوم دوت. ف يعني حبيت اوريكم يعني حبة حاجات كده يعني من اللي انا شفتها. بصوا بقى جنب الملابس يعني وكده، هو ده سوق في كل حاجة يعني. ففي برضو واحدة قاعدة كده بحفاظات، الحافظة اللي هي بتاعت السجاد ديت، او ممكن برضو تحطيها كده على الارض من غير سجاد، يعني في الصيف كده ولا حاجة بتبقى حلوة برضو. هو الكيلو منها ب60، يعني حلو جدا. يعني بص فيها كل الاشكال بصراحه، وفي حاجات تحفه عجبتني جدا، بس بصراحه ما اشتريتش منها، لان انا اصلا كنت لسه جايبه واحده اللي انا وريتها لكم ديت من فتره، اللي انا فرشتها في اوضه النوم ديت، فما جبتش يعني بصراحه. بس في حاجات حلوه قوي واشكال جميله فيها، عندها بقى كل الانواع اللي اللي هي يعني من النوع دوت، ومن اللي هي القطيفه وكله. بصوا بقى دي اللي هي اللي عامله زي الجنس دي، بصوا ظهرها عامل ازاي. دي سألناها عليها بكام، قالت دي ب60، يعني دي قطعة اللي هو كيلو وحاجة، يعني قالت قولوا 60 يعني. فبصوا كبيرة يعني وحلوة مش صغيرة، يعني حلوة يعني على سعرها. بص كده هي زي الجنس كده، وفيها كده برضو دي زيها بالظبط، فيها ورد كده من على الجنب ابيض، يعني دي زي الجنس بالظبط بس لون تاني، لون موف. حلوة قوي بجد، شكلها حلو. بصوا عرضها عامل ازاي، وطلع حلوة برضو، نفس التمن بتاعت التانية يعني. فكان في ناس كتير اوي عمالة تتفرج، وانا لقيتهم بقى بيتفرجوا وبيفردوا الحاجة وكده، فقلت اما اصور لكم يعني وتشوفوا يعني الاشكال وكده، لو حابة يعني تاخدي فكرة يعني قبل ما تنزلي. بصوا دي شكلها جميل، دي سألنا عليها، قالت يعني قولي مثلا قولي 2 كيلو، يعني هتبقى ب120. يعني شوف حافظة زي دي 120، لا بجد تحفة. بصوا شكلها عامل زي السجادة بالظبط، يعني ممكن تفرشيها كده في الصيف كده من غير سجادة من تحتها ولا اي حاجة، وبتبقى حلوة برضو. انا جايبة من النوع دوت، بس جايبة اللي هي ماشية بالطول، حطها يعني بحطها في الصيف كده لوحدها، وبحطها ممكن احطها في الشتاء يعني على سجادة يعني او حاجة، على مشاية هي جاية بالطول يعني، وحلوة جدا وعملية، وبغسلها وفعلا جميلة يعني. فبصراحة حاجات يعني هناك تحفة قوي. بصوا بقى دي فيها الفراشات بقى وشكلها حلو قوي، بجد دي عجبتني جدا كده، لألوانها مغرية كده وشكلها حلو قوي.
بتبقى جميل اوي لما تتفرش كده على الارض، بتبقى شكلها تحفة. فكانت سعرها يعني كان اسعارها هناك حلوة. انا بصراحة السوق ده مش بنزله كتير، بس المرة دي لما نزلته لا بجد عجبني هناك الاسعار وعجبتني الحاجات هناك. بصوا في كل حاجة يعني. بصوا دي ملايات مفروشات يعني كده ودفايات، وجنبها الحفاظات اللي انا وريتها لكم. يعني في كل حاجة على قد ما قدرت يعني انا اصور، قلت اوريكم يعني بالمرة وانا ماشية اوريكم الشكل هناك وكده. لا بجد تحفة. بصوا الشباشب دي سألت على شبشب هناك كان عاجبني، كان ب55، بس بجد كان حلو قوي. يعني في حاجات حلوة قوي و... ويعني وسعرها حلو في نفس الوقت. يعني حاجات حلوة شكلها حلو وسعرها حلو برضو، مش زي ما بننزل بقى العتبة ووسط البلد وشبرا والحتت دي بتلاقي الحاجات هناك مولعة نار. لا بجد عجبني ان هو جنبي في منطقتي يعني. بس هو بيبقى يوم الاثنين بس، هو اسمه سوق الاثنين و... وجنبي يعني في منطقتي، وفي كل حاجة. وفي برضه يعني المكان دوت فيه ملابس، وفيه بصوا حاجات كل حاجة ادوات منزلية واللي هي المفروشات وكل حاجة والحفاظات. وجنبها برضه في سوق اللي هو بتاع الاكل، يعني في جنبه برضه تمشي شوية كده في برضه اللي هو اكل وخضار بقى وفاكهة وكل حاجة برضه انت عايزاها وكده. فبجد عجبني اول يوم اللي نزلت فيه دوت يعني. بجد كنت مبسوطة اني لاقيه كل حاجة هناك، وكل حاجة انا كنت محتاجاها يعني لقيتها هناك قدامي. بصوا بقى انا جبت ايه. جبت لها الترنج دوت لونه اصفر كده او مستردة يعني. بصوا عليه الرسمة الحلوة ديت، شكله حلو قوي كده وكيوت. آم، بصوا انا يعني في حاجات جبتها من السوق، وفي واحدة جارتي يعني بتجيب حاجات، بتنزل تجيب حاجات وكده. فبقول لها لما تلاقي حاجات يعني على قد سجدة يبقى هاتلها واتفرج عليها يعني واشوفها. فعجبني اللي هو الترنج دوت. بص البنطلون بتاعه لونه زيتي كده، وفي برضو اللي هو القرون برضو نفس اللي في الترنج التيشيرت نفسه يعني. بس شكلها كيوت اوي، شكله حلو قوي. بس صراحة لقيته صغير عليها، فقلت يعني هقول لها ان انا جبت يعني هجيب مقاس اكبر، هاتلها مقاس اكبر منه ونفس اللون وكل حاجة. ودوت برضو بصوا شكله كده التيشيرت بتاعه لبني كده، وعليه رسمة حصان من قدام كده وشكله حلو قوي. وكمان على البنطلون بتاعه لونه احمر نفس اللي هو الاسوره بتاعه الترنج، نفس الاسوره يعني بتاعه التيشيرت من فوق. بس انا دوت يعني بفكر اقول لها هاتيلي واحد تاني زي غيره، عشان عشان يعني هي عندها زيه يعني وكده. ودوت بقى عجبني قوي. ده بقى خلاص انا جبته لها دوت. بصوا هو نظام زي نظام فيست، بس يعني هو لحد الركبة كده، هو جاي للسجن عند حد الركبة، بس هو المفروض لحد يعني فوق الركبة بشوية. بس شكله حلو برضو عليها، هو زي جبردين كده. بص البنطلون بتاعه من الجنب كده بجيب، وهو اصلا فيه بجيبين من فوق بسوستة. شكله حلو اوي، حسيت ان هو نظام جديد. بص قلت اوريكم صورته عشان تعرفوا يعني هو عامل ازاي موديله. بس حسيت ان هو جديد، وقماشته برضو تحس ان هي جديدة يعني، وتحس ان هو زي خروج كده بالظبط يعني. ممكن تروح بالحضانة عادي. وديها بالحضانة هنا جنبنا يعني، مش في منطقة بعيدة. فشكله حلو يعني كده وعجبني. وجبت لها كمان السويت شيرت دوت. بصوا عليه شنطة كده فارو، وعليه فيونكة كده وجنبها وردة كده، شكله حلو قوي. آم، السويت شيرت ده كان عامل 45. وده كمان جبته لها برضو من هو السوق اللي انا وريته لكم من شوية دوت. بصوا التيشيرت السويت شيرت ده شكله حلو قوي برضو الفار. ده الأرق واحد يعني بصراحة لقيته وعجبني. ده كان عامل 130. شكله حلو قوي. فاضل بقى ان انا اجيب لها ايه بقى، هجيب لها بنطلون جينز او بنطلون اللي هو اللي طالع الموضه الايام دي، اللي هو يبقى مبطن من جوه دوت، شبه البنطلون الجينز. سألت عليه كتير بصراحة، كله عمال يقولي لسه هنجيبه الاسبوع الجاي، لسه هنجيبه الاسبوع الجاي. فقلت اما انزل الاسبوع الجاي كده واشوفه. هو ده اللي ناقص لها في الهدوم. انا ما جبتش حاجه لادم خالص، لان ادم ما شاء الله عنده، كنت جايبه له السنه اللي فاتت وكل حاجه لسه عنده يعني. بس ساجده ما جبتلهاش حاجه السنه اللي فاتت، فالسنه دي بقى كانت محتاجه. فجبت لها الحاجات اللي انا قلتها اللي انا وريتها لكم ديت يعني. جبت لها كده سويت شيرتين، وجبت لها كده كام ترنج هتغير فيهم يعني في الشتاء. وهي كمان عندها برضو حاجات تانية، بس انا قلت اغير بقى، هي دلوقتي نزلت حضانة وكده، فعايزة غيارات اكتر يعني من الاول. فقلت يعني ازود لها يعني غيرت عندها. لكن ادم كده كده بيبقى في البيت، وهو عنده ما شاء الله برضو كتير و فيعني ما حبيتش ان انا اجيب له يعني طالما هو عنده خلاص. وجبت لها هي بس حاجات كده كانت فرحانه بيها قوي، وانا عماله اقيسها لها واوريها لها، كانت فرحانه بيها قوي.
بس كده، وده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. بس لو عجبك يا ريت تدوسي لايك، ولو مش مشتركه دوسي اشتراك. مع السلامه.